اليوم غادي نتوقع لكم ربع النهائي ديال اليورو. واخا اليورو تبان لي مفركل، المنتخبات الكبار كلهم ضعاف، الا ديك سويسرا اللي كنا حاقرينها هي واعره، تركيا حتى هي زوينين. نتوقع لكم المهم المباريات ديال اليورو ديال ربع النهائي، نشوف شكون بيدوز النصف النهائي. توقع التالي، مع ان انا عندي الخبره في التوقعات من الي بوك، الناس اللي فيسبوك عارفين. انا غادي نتوقع لكم دابا توقعات ماتش بماتش. فرنسا ضد البرتغال. نقول بزاف الناس نشوفهم تيتوقعوا المباريات في اليوتيوب، وحتى الدراري صحابي وداكشي تيتوقعوا فرنسا، مع ان فرنسا ما قدمت لها مستويات ولا جات علاش التوقعات يقول لك الشمتة ما تشمتة تتشمت ما تتشمت. مع ان فرنسا ماشي هي فرنسا تاع 2018 وماشي هي فرنسا تاع 2022. فرنسا زرقاء. واصلا حتى في اليورو داك اليورو الاخر تقساو من الثمن النهائي، يعني ما عندهمش مع اليورو. وما ماشي فرنسا هي فرنسا، وما مبابي ماشي مبابي، هو مبابي اللي تنعرف انايا. مبابي ولا ضعيف بزاف، جابتو الريال وهو ضعاف. من ماتش اخر ماتش لعبو زين هو ضد ريال سوسيداد اللي عقلتو عليه في الشامبيونز ليغ. من تما بدا تيحفروا داك انريكي، والله الا لاحظوا عباد الله راه ولا زرق. ما حملتو كاع باقي يجي الريال، انا وحق الله ما حملتو يجي الريال. علاش باي يخرب الريال وصافي؟ فين بيلعب؟ بيحطوه في سانتر، جايبين داك اندريك ومبابي ماشي هو مبابي. غتفرج لك اللي تتفرج فرنسا راه غادي يعرف اش تنقول. المهم كاينه فرنسا والبرتغال. تنتوقع هذا الماتش هذا بيكون قاصح، بيكون قاصح وبيكون مزير، ما شكون فيه لعبيتو بزاف. ولكن تنتوقع بعد شمتو من البرتغال، بعد توز البرتغال تنتوقع شي بيت تاع كريستيانو رونالدو، ويجي لهم ثاني الكلمه الحفيظ الدراجي داك معقده المغرب معقده. ولكن انا تنتوقع، انا قلت هضري على حساب الدرا دابا والشوالي دابا بزاف اللي تيبيعوا اتاكاو كريستيانو رونالدو. فاش اش تيبيعوا ينقصوا منه باش بنادم يخرج في الفيسبوك تيهضر انقص منه حفيظ الدرجه. شي اللي وقع ليه بنادم مكلخ ما تعطيهمش الاهميه، ما باغيش يكون هذا الشيء هذا. مع انه ميسي دابا تيلعب حاليا كوب امريكا حتى هو 3 الماتشات اسيست واحد، بحال كريستيانو رونالدو حتى هو 3 الماتشات اسيست واحد. مع ان فرق بجوجهم فرق هما كان 4 البيضه. وميسي ماشي في عمر كريستيانو. كريستيانو في العمر تاع ميسي كان ناضي بجد. كان الموسم الاول ديالو مع اليونايتد، وكان في الموسم الاول مع اليونايتد قدم موسم زوين اللي تفرج في الكره. المهم تنقولوا هنا البرتغال باتوز نمشيو الالمان والصبليون. هذا الماتش هذا ويري هذا الماتش هذا راسك كيوقف حياتي. علاش؟ حيت هما المنتخبات بجوجهم تيقدموا احسن مواسم، احسن موسم حال الموسم ديالهم تيقدموا في اليورو. لا الالمان ولا الصبليون. واخا الالمان على واحد الضغط كبير لا الصبليون، حيت هي البلد منظم بزاف الامور. وكروز الماتش الاخر اللي هو هذا فات التقسا. والصبليون تما زوينين، عندهم لعابه زوينين بحال لامين يامال ويليامز. ولكن تنتوقع انا في هذا الماتش هذا توقع ديالي، تنتوقع واحد 70% حتى 80% بتوصل الالمان. عرفتي علاش؟ لان الالمان عندها تجربه، عندها لعابه عندهم تجربه بحال كروز بحال ما هذوك. شكون قال عنده تجربه؟ موراتا ما تيبان ليش رودري لا من يامال داك ويليامز محارب يسوقوا شي حاجه مع الالمان مع كيميتش ومدافع الاخر تجربه محال. تنتوقع في هذا الماتش هذا الالمان البرتغال الالمان في نصف النهائي. وتنتوقع ثاني في سويسرا والانجليز. سويسرا اش نقول لكم، سويسرا واعره المنتخبات الكبار مطلق واعره. واخا الطليان مثلا ما عبرتش انا من الطليان زرقين. الطليان ماشي هما الطليان حتى هما زرقين. الطليان بحال قلتي الطليان المنتخب المغربي يقدر يربح الطليان، يربح الطليان. المنتخب المغربي نحطوه في التسميت الطليان يربح الطليان. تنتوقع انا في هذا الماتش هذا الانجليز وسويسرا غادي يكون ماتش قاسي. ولكن تنتوقع في هذا الماتش هذا سويسرا، لان الانجليز تبزز عندهم داك المدرب مفركل ميت. وقع لهم بحالنا هذوك الانجليز تا هما اللعبه كاينين، هاري كين ها فودين ها باو تما الكره كاينين فيها. كلشي مثلا حيد داك المدرب جابو غوارديولا ولا جابو شي مدرب ناضي يتفاض لهم هما مرتاحين يديروا لهم فعال السيتي في الدوري الانجليزي. ولكن مدرب مفرول ولا ما جاتك الحبس. المهم ندوزو للماتش الاخر ثاني. الماتش الاخر كاين ديال هولندا وتركيا. وتركيا هذه بلد مسلم وماشي الاتحاد الالماني متبع الكره. هذاك التيمير الله ماركا اليوم على النمسا واحد 2 بيوتا بالراسيه البارح. دار واحد الحركه، تشوفوها هنا، دار واحد الحركه وناض عليه الاتحاد الالماني كله. هاد الحركه قال ليه متطرفه وناضوا دابا نجربوا بالي عليه يقدروا يتوقفوا
اللاعب تقدر تعاقب تركيا بزاف. تنشوف انا الالمان هادو معقدو من الاسلام وبزاف، منين شويه التراجي بزاف، ما كرهتش تستفد شي نووي تقتل المسلمين والو بزاف، مع انهم هما بزاف تما تيجيروا حركات هذيك الحركات ديالهم ديال الشرك. هما لا انت ما اوكرانيا تا ديك النهار داخلين بسميتو بالشعارات ديالهم، ولكن انت ممنوع دير شي شعارات فلسطين ولا شي حاجه بزاف اصاحبي والله الا بزاف والله. ولكن انا تتوقع في هذا الماتش هذا مع انه بغيت تركيا انا والله ما كرهت، انا نتوقع هولندا باش توصل في هذا الماتش هذا، واخا هو ماتش قدرت توصل تركيا، ولكن توقع هولندا لان هولندا تجربه وكذا، وهادو يلاه عاوتاني راه من 2008 ما دازو، يلاه عاوتاني دازو بزاف الامور. نتوقع في هذا الماتش هذا نتوقع هولندا. ندوزو لنصف النهائي. نصف النهائي كاين الالمان والبرتغال. با 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 الالمان والبرتغال ماتش ولا واروع. هذا الماتش هذا الالمان والبرتغال احسن من اسبانيا والبرتغال، احسن من اسبانيا والالمان. علاش؟ البرتغال باغي تأر من الخساره ديالها المجله التاريخيه في كاس العالم ب 4-0 اللي عقل عليها. فاش كانت خسرت البرتغال ب 4-0 فاش كانت الالمان محال يعقلوا عليها صحاب 2007 يعني ولاد 99 2000 مالي تيبان لي بيعقلوا على هادشي هذا. تفرجوا من كاس العالم تاع 2022 الفوق ما يعقلوش على هادشي. المهم الالمان والبرتغال. هذا الماتش هذا نتوقع بكم صعيب ولكن غدوز الالمان وغادي تقصى كريستيانو ويخرج تيبكي تاني. كريستيانو بزاف تيبكي من ايامات ديالو تيبكي كريستيانو من فاش كان صغير هو تيبكي. يلاه بلا نتيروا عليه، يلاه بلا نماز عليه الشوكه ما فهمتوا عليه. المهم تنتوقع الالمان باتوز في هذا الماتش هذا. والماتش الاخر بتكون بين هولندا وسويسرا، باتوز سويسرا وبغي يتلاقى الالمان وسويسرا ثاني في الفينال، بيعاودوا يكرروا الماتش المجموعات وباتي على الالمان. هذا هو التوقع ديالي، وغادي نرجعوا لهذا الفيديو مره ما يسال اليورو. والسلام عليكم.